بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ قمت الصبح كده بقى ايه، عايزه اكل شويه بصاره كده يستاهلوا بقكم. طبعا يعني عم اكل بصاره وانا ما عنديش عيش؟ لا، لازم نتصرف. ما كانش طبعا عندي عيش، فقلت لا نعمل بقى شويه عيش ابيض كده. كان عندي شويه دقيق كده صغيرين، وقلت ايه، نعمل شويه العيش اللي انتوا شايفينهم طالعين زي العسل، قرفتهم جميله جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. بصوا، شويه عيش طالعين بقى ولا غلطه يعني. كل العيش طلع جميل، ولا غير في اي مشكله يعني. الحمد لله كان قابب وتحفة يعني، ومفتوح وجميل جدا. وانا هنا بقى بغيظكوا بقى بالبصارة الجميلة، وباكل بقى البتنجان المخلل، الله عليه بقى مع البصارة كده، وشوية طبعا بقى البصل الحلوين. والعيش تحفة جدا وصابح كده وجميل. حاجة كده بقى، عمايل ايدينا كده بتبقى يعني حاجة عظمة يعني. المهم هنبدأ بقى الوصفة، وازاي هقول لكم هنعمل وصفتين مع بعض، وازاي نرتب نعمل وصفتين مع بعض ويطلعوا معانا في نفس التوقيت، ما نضيعش اي وقت. طبعا انا كده معايا كوباية من المية. انا هستخدم كوباية ونص بس مبدئيا. معايا كوباية من المية، معلقة كبيرة من الخميرة هرمية، ومعلقة من السكر. وابتديت طبعا اقلبهم مع بعض كده واسيبهم يتفاعلوا. طبعا بقى معانا الدقيق، حطينا عليه معلقة صغيرة من الملح. تمام. وهنبتدي طبعا بقى ايه، هننزل بقى بالميه على الدقيق طبعا، ونبتدي ان احنا، وهضيف طبعا معلقتين من الزيت عشان ايه، يعني العجينه تبقى ناعمه كده وملساء معانا وجميله. تمام. هبتدي طبعا اقلب. ممكن على فكره تضيفوا لبن، ممكن تضيفوا لبن في العيش، ممكن تعجنوه بلبن رايب يعني هيبقى جميل برضه. تمام. هبتدي طبعا اضيف الكوبايه ونص من الميه. خدت معايا العجينه كوبايه ونص من الميه، ده نص كيلو من الدقيق. اخد معايا نص كوبايه ونص من الميه، معلقه كبيره هرميه من الخميره، وطبعا معلقه السكر ورشه الملح. وابتدينا طبعا زي ما انتم شايفين كده بقى نخدم العجينه عشان نعمل لها عرق. هسيبها ترتاح كده لمده مثلا ايه، من نص ساعه لساعه الا ربع. هنيجي بقى ايه هنا نعمل ايه في البصاره. اول حاجه نبدا بيها البصل. طبعا انا بحب اقطع البصل البصاره، بحب اعمله بصل صغير، مش بحب الجوانح بصراحه. في البصاره، في الكشري بحب البصل الجوانح، لكن في البصاره بحب اعمل البصل كده مقطع قطع، مش صغيره أوي ولا كبيره يعني. تمام. وابتدي طبعا اراقبها طبعا ان تدينا اللون الجلدي الجميل، بحيث انها تبقى ذهبيه يعني. هنطلعها كده قبل يعني ما تاخد لون معانا، عشان هي السخونيه هتخليها تحمر. تمام. طبعا الفول نقعينه لمدة ساعتين، نزلت عليه بخضرة، بكزبرة وبقدونس، وطبعا معايا بصلاية صغيرة وقرن من الفلفل، وفصين 3 بس من الثوم. تمام. هنا بقى ابتدينا العجين كان اختمر معانا. طبعا البصارة على النار بتستوي. العجين كان اختمر معانا. بنبتدي طبعا نقطعه. النص كيلو اخد معايا 12 من الكورة، يعني ايه 12 رغيف. تمام. وهسيبه برضو يرتاح شويه، وهقول لكم هنعمل ايه. وعايزه اقول لكم انا البصاره لما باجي اعملها طبعا هنغطيه ونسيبه يختمر شويه. هنا بقى طبعا ايه البصاره بتاعتنا. لا، هنا هنبتدي بقى ان احنا نعمل ايه العيش. انا نسيت بصراحه. هنبتدي طبعا هنا ايه العجينه كانت ارتاحت معانا لمده ربع ساعه، ما خمرتش يعني. هنا انا خمرتها اول مره، والمره دي طبعا انا ايه كورتها كده، وابتديت سيبها ترتاح لمده 10 دقايق. وهنا ابتدينا نفرد العجينه، لا هي سميكه قوي ولا هي رفيعه. وطبعا هنحطها كده ايه على فوطه او اي حاجه نغطيها يعني، عشان ما تنشفش معانا. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. هنا طبعا هنبتدي طبعا نفرد الكره التانية بالمردانة بقى او بنشابة او اي حاجة، او ممكن بايدينا نفردها فردة يعني ايه حلوة كده. نبتدي طبعا نبتدي ما شاء الله يعني. تمام. عايز اقول لكم ده ميعاد نومي دلوقتي، انا يعني ما شاء الله عليا مش عارفة، مش مركزة بصراحة. المهم يعني هنبتدي نفرده وايه، وهنبتدي نشوف اللي بعدها كذا واحدة هنعملها بالطريقة دي. هكلمكم على البصارة شوية وانا بعمل العيش، عشان انا ايه عايزة اتكلم في خطوات كده في البصارة.
البصله لما نيجي نعملها ما نحطش بصل، هنسلقها نحط بصلايه صغيره قوي احنا بنسلقها، فصين 3 بسيط كده من الثوم. تمام. مش هقللها البصل، يعني البصل يعني مش كتر البصل، يبقى بصل مع السليق وبصلة طبعا اللي احنا اللي هي بتاع البصلة المحمرة المكرملة، وبصلة في الطشة، ونرجع ناكل معاها بصل، طبعا بتبقى يعني حاجة يعني ناكلها بقى بسم الله ما شاء الله. فاحنا هنضيف البصل بكميات مظبوطة ومش كتيرة، يعني مع السليق هنضيف بصلاية صغيرة، ومش هطشها ببصلة، هطشها بتومة بكزبرة ناشفة. تمام. يعني مع احترامي للناس اللي بتطشها بالبصل، يعني كتير قوي، يعني احنا بنسلقها بنضيف معاها بصل، يبقى بلاش نطشها بالبصل، لان احنا هنحط بصلة على وش البصارة، وطبعا بصلة تاني واحنا بناكل، اللي بيحب يدش بصل اخضر بقى والكلام ده، فمش محتاجة ان احنا نطش كمان بصل. تمام. هنا طبعا طلعت البصارة، طبعا عملت العيش سبته يختمر، وهنا البصارة طبعا بنفرمها بالهاند بلندر او في الخلاط او باي حاجة. تمام. زي ما قلت لكم هنا بقى طبعا ايه، هنبتدي طبعا هتغلي معانا، هننزل عليه بشوية توابل، بقية التوابل كزبرة ناشفة، كمون، شوية نعناع، شوية معلقة من الملوخية، شوية توابل كده مشكلة، المهم ان احنا هنظبطها ايه، كزبرة وكمون وشوية توابل. اوكي. وطبعا معلقة الملوخية الناشفة ومعلقة النعناع بتخليها تحفة بصراحة. وهبتدي طبعا ايه اسيبها تغلي كده مع نفسها شوية، وهحضر طبعا الطشة بتاعة التوم، يبقى احنا مش هنضيف بصل في الطشة، توم بكزبرة ناشفة. اوكي. هبتدي طبعا زي ما انتم شايفين هي كده بتغلي مع نفسها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. ايه خلصي بقى. هنا طبعا ايه ابتدت البصلة التومة بنحمرها بشوية كزبرة، وهنطش بقى البصلة بتاعتنا الجميلة، بس تغلي غلوة مع الطشة الجميلة دي كده، تشرب من الزيت والثوم، وهنطفي عليها. طبعا انا بحب افرغها في اطباق ستانلس، بس عشان بقى التقديم كده وبتاع قلنا ايه هنعمل طبق كده صيني يعني. الاطباق الستانلس بتبقى جميلة في البصلة بصراحة، بتخليها تبقى جميلة خصوصا في الصيف يعني. هنا بقى العيش كان طبعا كان خمر معانا، هنبتدي نحمي الطاسة قوي، يعني هنسخن الطاسة قوي قوي، وهننزل برغيف العيش اول ما ينتفخ حاجة بسيطة كده ينفخ، نروح مقلبينه على الناحية التانية، لازم نقلبه شمال ويمين قبل ما ينتفخ قوي عشان ينتفخ معانا. تمام. وممكن نسيبه كده بس هيحمر من تحت، فاحنا بنقلب من تحت هنا شوية ومن هنا شوية، نجيبه على الجنب ده شوية والجنب ده شوية لحد الرغيف ما يستوي معانا وياخد لون ويبقى جميل زي ما انتم شايفين. الحمد لله مفيش ولا رغيف معايا ما انتفخش، كلهم بسم الله ما شاء الله يعني. بصوا بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة جميلة، بنعمل حاجتنا في البيت كده الواحد بيحس بسعادة أي حاجة بيخبزها، أي مخبوزات يعني بصراحة بتدينا راحة نفسية كده، بتخرجنا من الطاقة السلبية اللي احنا بنبقى فيها يعني. بسم الله ما شاء الله، العيش كله طالع بسم الله ما شاء الله. طبعا بنحمل الطاسة وننزل بالرغيف بتاعنا، بص اول ما ينتفخ كده بسيط نبتدي نجيبه هنا شوية يشمع كده معانا يعني، نقلبه على الناحية التانية، ونشمع من الناحية دي نقلبه على الناحية التانية لحد ما ينتفخ معانا ويبتدي بقى ياخد لون ويستوي. بصوا بسم الله ما شاء الله، ولا رغيف معايا عايزه اقول لكم خطوات تانية برضو، واحنا بنفرد العجين ما نحاولش ان احنا نعلم بالمردنه، واحنا بنضغط على الفرد عشان الرغيف يقب معانا. تمام. يقب يعني ينتفخ معانا، وبرضو ما نرققوش زياده عن اللزوم عشان برضو ينتفخ معانا. انا مره عملته كنت مرققه الرغيف بقى، فاكره ان انا بقى شاطره بقى البت ايه، وعماله بقى افرد في العجين، فطبعا في التسوية طبعا ما انتفخش معايا وكانش حلو بصراحة. فالواحد ياما بيتعلم يعني.
فبنقول لكم على الخطوات اللي احنا كنا بنقع فيها وكده تنفذوها بقى. العيش جميل جدا ما شاء الله، تحفة بصراحة يعني. الفيديو معاكم طويل قوي بقى وسامحونا يعني. بصوا هنا بقى كانت البصلة طلعت معانا، عملنا شوية بقى ايه، بتنجان روا. بصوا العيش بسم الله ما شاء الله، شوية بتنجان مخلل بقى مع طماطم وبصل كده نقعاه في الخل كده، وجميل جدا. والاكل طلع تحفة جدا معانا. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب. اخواتي وحبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.